في أوائل القرن الماضي وفي ظل تأثير الحرب العالمية الأولى على كافة جوانب الحياة، وبعد وصول للغرب معلومات وقصص أسطورية عن العرب وعن الشرق، من قصص ألف ليلة وليلة اللي كانت خيالية تماما بس مستوحاة من أحداث حقيقية حصلت بالفعل، وإحنا بطبيعتنا كبشر بنعشق القصص. لفت نظر الغرب إن في قصة بتقول إن في كنز كبير جدا فيه ياقوت ومرجان وألماظ وفضة وده بكل حاجة مدفون في حتة في الشرق، والكنز ده مدفون في الصحراء مع مدينة زي ما قلت لك. بس كمان المدينة دي هي أعظم مدينة اتبنت على الإطلاق، كان فيها حاجات لحد دلوقتي ما اتعملتش تاني، وكمان تم ذكرها في القرآن الكريم وفي الثقافة الإسلامية بشكل عام إن دي واحدة إذا ما كانتش أعظم مدينة اتعملت على الإطلاق من بشر، وبقاياها مفروض إن هي موجودة لحد دلوقتي. وعلى حسب الأسطورة فبتقول إن المدينة دي موجودة في جزيرة العرب، بالذات في الربع الخالي، منطقة الربع الخالي. ومنطقة الربع الخالي دي منطقة صعب جدا إن حد ينجو أو يعيش فيها، منطقة البيئة بتاعتها قاسية جدا جدا، بيوصل فيها درجة الحرارة الصبح ل50 درجة وبالليل ساعات توصل للصفر وتحت الصفر، وهي ما فيهاش غير صحراء. فاصلا سكان الربع الخالي بيعيشوا حواليه ما بيعيشوش جواه. والكلام ده استفز العلماء الغرب بشكل عام، وقال لك كنز ايه اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه، ده احنا لازم نروح نشوف ايه الدنيا. واستفز العالم بيرترام توماس بشكل خاص، فقرر ان هو يلم حاجته ويلم بضاعته ويتجه على الشرق، يروح جزيره العرب يشوف ايه الكنز اللي هم مخبيينه ده وايه إيه الحكايه بالظبط. مقرر انه يروح الربع الخالي ويستكشفها ويشوف ايه المنطقه دي وفيها ايه، وفعلا عمل كده، لم حاجته لم شنطته واتجه على هناك. ده كمان بدأ يقرب من العرب اللي هناك، وبدأ ان هو يلبس زيهم ويحاول يقلد عاداتهم وتقاليدهم عشان يقرب منهم. ده غير ان هو بطل شويه عادات العرب ما كانوش بيحبوها في الغرب، زي مثلا شرب الخمره او السجاير او الحاجات دي كلها، بطلها بس عشان يقرب منهم وعشان يتصاحب عليهم ويعرف قصه المدينه دي ايه برضه. ولما عرف من الناس اللي هناك والكلام اللي عمال بيترطرط ان المدينه دي فعلا ما اتعملش زيها وان هي لم يخلق مثلها في البلاد حرفيا، فالموضوع ده جننه شويه، فبقى عايز يعرف ايه القصه، ايه الحكايه، ايه الحدوته. فهناك قابل راجل عجوز، راجل شيخ من كبارات القبيله او من كبارات البدو في الربع الخالي، وقال له يا عم الشيخ احكي لي قصه المدينه الاسطوريه اللي عندكم دي، المدينه الخياليه دي، هل دي اسطوره ولا دي حقيقه؟ فالشيخ قال له بالنسبه لك وبالنسبه للحضاره بتاعتك هتبقى اسطوريه، لكن بالنسبه لنا كعرب وكمسلمين ان المدينه دي اتعملت بجد وكانت موجوده زمان وفعلا لم يخلق مثلها في البلاد. فقال له طيب احكي لي يا شيخنا الدنيا، احكي لي ال القصه او الحدوته بتاعت ايه المدينه دي وايه الناس اللي كانوا عايشين، مين دول. فبدا الراجل يحكي له عن المدينه، وهي مدينه ارم، واللي بنوها هم قوم عاد. يلا بينا نبدا على طول. بعد القصة اللي تقريبا كلنا عارفينها بتاعة سيدنا نوح وقصة بناء السفينة، وإن هو ياخد من كل حاجة زوجين ويطلعهم السفينة ويهرب بيها قبل الطوفان، بعد ما القصة دي خلصت وبعد ما السفينة رست على بر والمؤمنين نجوا كلهم والكفار كلهم غرقوا في الطوفان من ضمنهم ابن سيدنا نوح، أول ما السفينة رست من هنا تعتبر بداية العهد الثاني للبشر، بمعنى إن العهد الأول هو عهد ما قبل الطوفان والعهد الثاني هو ما بعد الطوفان. فأول ما السفينة رست أنت كده تقدر تقول إن العهد الثاني للبشر ابتدى. والعهد التاني ده بيتقسم لثلاث سلاسل او لثلاث جذور او لثلاث فروع، البشر جم بعد كده من ثلاث فروع وهم من اولاد سيدنا نوح. فلو مسكنا اولاد سيدنا نوح الثلاثه هتلاقي سام وحام ويافث. وفي الفتره دي او في الجيل ده والجيل اللي بعديه او على مدار جيلين من بعد الطوفان كان البشر بيعيشوا حياه مؤمنه جدا، كلهم الى حد ما مؤمنين بربنا موحدين بالله، خلاص الايمان في اشد احواله، وخلاص الكفر تقريبا انتهى من ساعه الطوفان، جيل ورا جيل ورا جيل، لحد ما تقول ان بدايه من الجيل الرابع من بعد الطوفان كان في قوم عايشين نسبهم لشخص اسمه عاد بن ارم بن سام بن نوح، شخص كان عايش، والقوم دولت كان نسبهم لهذا الشخص. ويقال وقتها ان القوم دولت كان عليهم شوية صفات وعلامات مميزة جدا عن غيرهم، اهمها مثلا ان هم كانوا بيقال ان حجمهم كان كبير جدا وحجمهم كان اكبر من البشر دلوقتي، كانوا ضخام بمعنى اصح، وكمان كان معروف عنهم ان هم ما بيخافوش اي حاجة مهما كانت، ديابة، ثعالب، اسود، نمور، فهود، مطر، رياح، ما بيهابوش اي شيء حرفيا. واتشهروا برضو بالمباني الضخمة اللي كانوا بيبنوها، كان معروف عنهم ان هم بيبنوا مباني ضخمة جدا وكبيرة جدا وشكلها تحفة، كانوا ماهرين جدا جدا في البناء. هتقول لي هما كانوا بيبنوا مساكن عشان يعيشوا فيها، اقول لك كده كده، بس كان برضو من ضمن الغرض ان هم يبنوا، كانوا بيبنوا مباني بغرض الاستعراض او يبينوا ان هم احنا اقوياء او ان احنا ماهرين في ده، فيعملوا شوية حاجات فارهة جدا
لغرض بس ان هم يستعرضوا او يفرضوا عضلاتهم على الناس. وكان بيقال ان هم بيسكنوا منطقة اسمها الاحقاف، موجودة في شبه الجزيرة العربية، هي تقريبا في جنوب الجزيرة العربية. وكان ربنا رازقهم باراضي خصبة وبانهار وبعشب وبنباتات وبجو جميل، وكانت الدنيا معاهم يعني منتهى الرفاهية. كان ربنا موفر لهم ظروف حياة جميلة جدا. وكان الحاكم بتاعهم زي ما قلت لك هو عاد بن إرم. الراجل ده كان ملك جبار جدا، كان ملك ظالم وفاسد وبينشر الظلم والفساد والجبروت، وما كانش راجل عادل خالص يعني. وفي الوقت ده من الزمن انتشرت عبادة الأصنام تاني، وانتشرت الفساد تاني، وابتدت البشر برضو يتدهوروا. بعد ما عدى تقريبا 4 أجيال من ساعة الطوفان بدأوا في عبادة الأصنام تاني، وكانوا بيعبدوا 3 أصنام، وهم صدى وثمود وهباء. دولت ال3 أصنام اللي كانوا بيعبدوه. البشر دولت أقسم بالله كائنات عجيبة، تسيبهم شوية ترجع تلاقيهم بيعبدوا الأصنام، ما تفهمش فيه إيه. ونشروا ظلم وفساد وقهر في الأرض وطغيان بقى، فاهم، وعصر السواد انتشر في الأرض تاني بسبب حكام قوم عاد. وفي نفس الوقت اللي انتشر فيه الظلم والفساد ده، الملك او عاد اللي كان بيحكمهم مات، ومسك مكانه ولاده. وكان عنده ولدين، واحد اسمه شديد وواحد اسمه شداد. الاتنين تولوا الحكم. هتقول لي الفساد خلص؟ اقول لك بالعكس، ده الفساد زاد اكتر، والحروب زادت اكتر، والدمار زاد اكتر، والسواد زاد اكتر، كل حاجه زادت، لدرجه ان ده ادى ان في احدى الحروب شديد اخو شداد مات، فما بقاش غير شداد اللي انفرد بالحكم في قوم عاد، وبقى هو الحاكم عليهم. وده كان افسد من اخوه ومن ابوه. وهتفهم ده قدام يعني، ده ما كانش فاسد بس، ده كان في حاجه في دماغه. وفي الفتره دي بعد انتشار السواد والضلمه والظلم والفساد، ربنا ارسل للنبي هود عشان يتكلم مع القوم دولت، يتكلم مع قوم عاد، يعقلهم، يقول لهم ان في اخره، في دين، في حساب، في ربنا، وان كل اللي احنا بنعمله ده هنتحاسب عليه في الاخر، وان في جنه وفي نار وفي موت، ان هو يتكلم معاهم يعني في الرساله عامه. وطبعا زي ما انت عارف او زي ما التاريخ بيقول، ان لما اتكلم معاهم طبعا ما حدش امن بيه بسهوله خالص، بالعكس ده كانوا بيرفضوه جدا، مع ان هود كان شخص ذو نسب وذو قيمه وذو شأن كبير جدا في قوم عاد. يعني ما كانش حد عادي، لا ده كان حد من الناس المشهوره جدا في قوم عاد، وكان معروف جدا. بس طبعا رفضوا كل كلامه وما امنوش بيه خالص. وهو ما يقسش خالص، هو فضل يحذرهم مرة واتنين وتلاتة وبطريقة كويسة وبلطف وبلين، بس برضه ما كانوش بيسمعوه، لدرجة ان هم فكروا في مرة ان هم يأذوه او ان هم يخلصوا منه خالص. وكانوا فعلا بيحاولوا يموتوه ويحاولوا يأذوه ويعملوا، بس ما كانش في اي حاجة بتحصل له. كان كل ما يدبروا له حاجة يفلت منها، كل ما يفكروا ان هم يأذوه بطريقة يفلت منها. وده بعض العلماء المسلمين اعتبروا ان دي معجزة سيدنا هود، ان هو ما كانش حد عارف ان هو يعمله حاجة، ما كانش حد عارف ان هو يأذيه، ودي في حد ذاتها معجزة او حماية طبعا من ربنا. المعظم ما كانش مآمن بهود عليه السلام، المعظم، بس ده ما يمنعش ان في بعض الناس آمنت بيه وصدقت رسالته، وصدقت ان هو نبي، وصدقت ان في ربنا وفي اله واحد احد هو ده اللي نعبد. وكان من ضمن الناس اللي امنوا بسيدنا هود شخص مهم جدا في القصة دي، وهو مرثد ابن شداد. ده ابن الطاغية والملك اللي هو شداد الملك بتاع القوم، ده ابنه. لما سمع من سيدنا هود آمن جدا بيه وآمن بوجود ربنا، وبقى معاه وسلم تسليم بوجود ربنا. ولما شداد عرف باللي ابنه عمله استغرب جدا واتضايق جدا، وقعد يهلل بقى، والناس وهتنادولي هود ومش عارف ايه، انا عايز اتكلم معاه وعايز افهم ايه الدنيا وايه الحكايه وايه الروايه وهو بيقول ايه وايه الرساله بتاعته. وطلب من اللي حواليه ان هم يستدعوا له هود عليه السلام ان هو يبقى موجود عشان يتكلم معاه ويشوف ايه اللي هو بيقوله ده. وفعلا راحوا لسيدنا هود، خدوه وراح معاه لقصر شداد. فشداد اول ما شافه قال له انت مين وبتدعو لايه وايه الرساله اللي انت بتعملها دي وايه الكلام اللي انت بتقوله؟ قال له انا هود نبي من عند الله، وبدعوك لعباده الله الواحد الاحد ولا تشرك به ابدا. فشداد قال له طيب ماشي يا عم، انا معاك، بس قول انا هستفيد ايه لما اعبد ربنا؟ يعني ايه اللي انا ايه الحاجه اللي هستفيدها؟ قال له بالجنه، اول ما تموت وتكون عبد صالح هتخش الجنه، تاخد بقى لنفسك فيه في الجنه وتعيش احسن نعيم. فقال له ايه الجنه يعني؟ فيها ايه الجنه دي؟ فسيدنا هود وصف له وصف للجنه على حد علمه، قال له فيها ما تشتهي، وفيها كل اللي انت عايزه، وفيها كذا وفيها كذا، وفيها بحار من ايه وانهار من ايه، والفاكهه اللي فيها شكلها ايه، كلام من وصف الجنة. بس عشان تخشها لازم تبقى مؤمن بوجود ربنا وتآمن بيه ويبقى هو الإله الواحد الأحد بالنسبة لك وتعبده وما تشركش بيه. فقال له لا أنا مش عايز الجنة دي. شوف الجبروت بقى، شوف الجبروت والبني آدم لما دماغه فاهم
كده، قال له انا هعمل جنه لي انا وهتكون احسن من الجنه بتاعت ربنا والعياذ بالله. فطبعا يعني استغفر الله العظيم يا رب، بس من هنا جت فكره ان هو يعمل مدينه بس بالنسبه له كانت جنه، او كانت المكان اللي هيتنعم فيه هو وقومه بقيه حياته، ما كانش هيعرف اللي قبله. بس خليك معايا يعني. المهم من هنا جت فكره بدايه ان هو يعمل مدينه تشبه الجنه من وجهه نظره. يعني بدأ شداد يجمع الحكماء كلهم بتوع كل اللي بيحكموا العالم، ويقول الحاكم بتاع الدولة دي هات الحجر الكريم اللي عندك المشهور عندك، والحاكم بتاع الدولة دي هات الحجارة الكريمة اللي عندك، وده هات مش عارف ايه وده، ويجمع حاجات والنوادر اللي موجودة في كل ثقافة او كل دولة من الحاجات اللي كانت معمولة ساعتها. وعمل كده وجمع منهم كل ده وجمع الناس وبدأ في بناء المدينة. وفعلا وفر شداد للمدينة مصادر مية وبحيرات وأنهار كتير جدا، بقى مأمن مصادر المية في أنحاء المدينة كلها. وبرضو عمل الأعمدة بتاعة المدينة ضخمة جدا وعلى ارتفاعات عالية جدا، ده غير إن زين المدينة بالكامل بالذهب والفضة، وده غير إن كانت فيها كل عناصر الرفاهية الممكنة في الحياة، من زراعة نخل وأشجار، أنهار وبحيرات. وفر كل أنواع الرفاهية في المدينة دي، لأن في دماغه هو ما بيبنيش مدينة، هو بيبني جنة ليه هو والقوم. فالجنة دي لازم تكون جنة جامدة جدا، وبرضه عشان هتفضل موجودة بعد ما هو يموت، وهتفضل لقرون وقرون وقرون وقرون، وعايز الناس كلها تفضل تتكلم عنها. فلازم يعمل تحفة فنية فالناس كلها تفضل تتكلم عنها بعد ما يموت لسنين وسنين وسنين. وسماها مدينة إرم، وعلى اسم قومه برضه. وبرضه في بعض الوثائق التاريخية والقديمة سمت المدينة دي باسم مدينة عبار. وبتقول المصادر التاريخية إن استمرت بناء هذه المدينة من 350 سنة ل 500 سنة. هتقول لي إزاي أصلا، وإزاي هو فضل عايش كل ده؟ هقول لك ببساطة، لأن أعمار الناس في الوقت ده كانت مختلفة تماما عن دلوقتي. أنت بتتكلم إن سيدنا نوح عاش 950 سنة وسيدنا هود عاش 450 سنة، فبيقال إن أعمار الناس كلها في الوقت ده غير دلوقتي خالص. فالمهم أنهى شداد بناء المدينة الأسطورية بتاعته، وفر فيها كل حاجة ممكنة، عمل فيها كل حاجة، قعد مئات السنين يبني فيها. وخلاص الموكب التاريخي بتاعه هيروح يفتتح المدينة وقومه كلهم هيروحوا يعيشوا هناك. نظموا الموكب التاريخي اللي على رأسه طبعا شداد ووراه قومه كله من المكان اللي هم عايشين فيه لإرم أو مدينة إرم اللي هيروحوها ويعيشوا فيها عشان تبقى الجنة بتاعتهم، واللي حرفيا وصلت لمستوى وشكل لا اتعمل قبله مدينة بالشبه ده ولا اتعمل بعده مدينة بالشبه ده. ده حتى في القرآن الكريم اتقال على مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ففي القرآن اتقال كده، ما بالك بقى شكلها كان عامل ازاي. فالمهم كله بيجهز الموكب التاريخي بتاع شداد، وكله بيجهز نفسه عشان هيبتدوا دلوقتي يتجهوا ناحية مدينة إرم. وهود عليه السلام عمال بيدعو الناس محدش يروح معاه، الهلاك كده كده جاي والعذاب هيحل على الجميع، وعمال يدعو الناس برضو للإيمان ويدعوهم لطريق ربنا، وهم برضو مطنشين ومش سامعين ومش واخدين بال، لحد ما جه لسيدنا هود الأمر الإلهي بإنه ياخد المؤمنين ويبعد عن مدينة إرم خالص، يبعد عن مدينة إرم ويبعد عن الموكب ده خالص. وفعلا هود عليه السلام عمل كده، وخد سيدنا هود المؤمنين وراح بعيد جدا، بقى شايفهم من بعيد، من جبل من بعيد خالص، وبقى شايف شداد وجنوده والناس اللي معاه وهم على بعد أمتار قليلة جدا من دخول المدينة العظيمة بتاعته. فضلهم كام متر والبوابات قدامهم وخلاص. تعال ننط للمشهد ده نشوفه من عين شداد منظوره كده. تخيل هو ماشي والناس كلها ماشيه حواليه والدنيا كويسه، لا شويه هوا جايين، هوا عادي، الهوا عمال بيزيد، هوا برضه في الاول في الاخر هوا يزيد، هوا يزيد لدرجة ان في مرة واحدة شداد لقى ان الناس بتطير، حرفيا بتطير من الرياح في الجو. ومش بس كده، لا ده ممكن الرياح تيجي تفصل دماغ حد عن جسمه، تفصل ايده عن جسمه، تفصله، تقطعه حرفيا. الرياح كانت بتيجي بتقطع البني ادمين. ده غير ان هي طبعا شالت المدينه كلها، شالت الاعمده العاليه، شالت البوابات العاليه، دمرت كل حاجه. وطبعا هم كانوا بيحاولوا يحفروا حفر ويعملوا حاجات عشان يستخبوا فيها، بس كل ما كانوا بيعملوا حاجه كانت الرياح بتيجي تدمرها، كل ما كانوا بيحاولوا يحتموا في حته كانت الرياح بتدمر. الوحيد اللي ما اتلمسش من كل ده هو شداد. القلوع والحصون اللي كان عاملها في المدينه والذهب كل حاجه طارت حرفيا. شداد واقف في نص الموكب والصحراء والكلام ده كله، وبيتفرج على كل حاجة وهي بتطير، وكل حاجة وهي بتضيع، وكل حاجة وهي بتنتهي للأبد، والمدينة بيتجاب فوقها تحتها، والرملة بتغطيها بالكامل، وما بيتبقاش غير نظرة الحسرة في عينين شداد وهو بيبص على تراث اللي هو كان عايز يسيبه لأحفاد أحفاد أحفاد أحفاده. واستمرت الرياح لمدة 7 أيام كاملة بتيجي تدمر كل حاجة.
وطبعا كل اللي كانوا مع شداد ماتوا، واخر حد مات فيهم كان شداد. واول ما شاف ملك الموت شافه بصورته الحقيقية قال آمنت برب هود، آمنت برب هود. بس طبعا خلاص يعني لا تقبل منه توبة، لأن احنا عارفين التوبة بتتقبل يعني ما دام انت في الحياة، بس أول ما تبتدي تحس بسكرات الموت خلاص تقف من هنا إن التوبة تتقبل. فطبعا يموت شداد وتدفن المدينة اللي حط فيها مجهود سنين وسنين وسنين لمجرد إن هو في دماغه عايز يعمل جنة، او فاكر ان هو هيقدر يعمل جنة. واتقال من بعض المصادر ان مرثد ابنه دفنه هو وبعض من الذهب ومقتنياته اللي كانت بالذهب مع بعض في مكان واحد. وفي بعض الكلام اللي انا قايله في الاحداث اللي فاتت دي من الاسرائيليات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عنها ولا حرج، يعني لا تصدق الكلام بالكامل ولا تكذبه برضه بالكامل، اسمع وخلاص. وتنتهي قصة المدينة التي لم تبدأ أصلا، مدينة اللي ما عاشتش يوم واحد أو شداد ما عرفش يعيش فيها يوم، انتهت قصتها من قبل ما تبتدي. نرجع بقى لبرترام اللي قاعد مع الراجل البدوي في الربع الخالي. فاكر برترام لما الراجل خلص، طبعا هو مبلم جدا وقاعد بيسمع ومركز، بس لما الراجل خلص كان عايز يعرف هل المدينة اللي هو اتكلم معاه فيها دي هي اللي في الربع الخالي بجد ولا لأ. أصل فكر فيها، الربع الخالي مساحته تقريبا 650 ألف كيلومتر، يعني تقريبا يشيل مدينة ويشيل مدينة كبيرة وكله متغطي بالرمل. فلو جيت تفكر بالمنطق ليه ما تكونش هناك؟ ولما يحفر كام متر تحت الأرض هيلاقي الكنز وهيلاقي المدينة وهيلاقي القلوع وهيلاقي كل حاجة. فلما جم ينقبوا في المنطقة دي العلماء بمساعدة أهالي الربع الخالي اكتشفوا حاجة مثيرة جدا. اكتشفوا ان المنطقة دي فعلا كانت زمان جدا من كام ألف سنة كانت فيها مية، كانت نهر او محيط او بحر. ليه؟ لان هم لقوا بعض من حاجات الاجسام المتحللة للكائنات البحرية، زي مثلا لقوا فرس نهر متحلل، ولقوا حيوانات مائية تانية متحللة، ولقوا ان في شبكة انهار كانت في المنطقة دي من كام ألف سنة. فده خلاهم يشكوا اكتر ويحسوا ان المنطقة دي فيها لغز اكبر بكتير من كده. بس برضو مفيش اي دليل يوحي ان قوم عاد كانوا هنا او ان دي مدينة إرم، مفيش أي دليل. ده حتى لما وكالة ناسا صورت المكان من فوق بالقمر الصناعي اكتشفوا في حدود كده لمدينة كانت موجودة زمان، ان المكان ده كان مدينة زمان، ومع مرور الزمن اتغطت بالرمل نتيجة لتغير الأحوال الطقس أصلا في المنطقة دي، في البيئة دي. لأن جزيرة العرب زمان كانت بقى طبعا احنا عارفين كانت عشب ونباتات وأشجار ومية ومطرة، وكانت البيئة ساحلية جدا وكانت البيئة حلوة جدا. دلوقتي هي بقت بيئة صحراوية، واحنا برضو عارفين في ثقافتنا كمسلمين ان لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال. فده برضو مش دليل قاطع ان دي مدينة إرم خالص، ممكن تكون اي مدينة تانية. الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها ان مدينة إرم في جزيرة العرب، فين مش عارفين، بس هي في جزيرة العرب، وان قوم عاد كانوا عايشين برضو في جزيرة العرب، ده حاجة اكيد. وحتى اللحظة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي دي مدينة إرم ذات العماد هي واحدة من ضمن أكبر الألغاز بالنسبة للغرب. هي بالنسبة لهم مدينة أسطورية المسلمين والعرب بيحكوا عنها من وحي الخيال، مفيش أي دليل قاطع عليها وعلى وجودها. بس بالنسبة لنا كمسلمين احنا مصدقين ده، احنا مأمنين إن كان في قوم عاد وإرم، وإن دي أعظم مدينة اتعملت، وإن رياح هي اللي دمرتهم، وإن هود هو النبي اللي جه فيهم. احنا آمنين بده كمسلمين عشان طبعا القصة دي كلها اتذكرت في القرآن. بس كده، دي قصة قوم عاد ومدينة إرم اللي بالنسبة لي واحدة من أحسن القصص اللي أنا عامة بحبها في قصص الأنبياء وفي قصص القرآن الكريم. فدي قصة بتلفتني جدا، وبتلفتني جدا مدينة إرم، لأن بحس إن فيها سسبنس كده حوالين هي فين أو ايه معالمها، ما نعرفش حاجة برضو. وبس كده يا صاحبي، انا كده قلت كل اللي كنت عايز اقوله، وفي الاخر الحمد لله ان ربنا خلاني قادر اصور هذا الفيديو. اشوفك في الفيديو الجاي ده لو انت قررت ان انت تكمل، قررت ان انت تشترك وتكمل مع الرحلة بقى في اليوتيوب والانترنت بقى والقصص دي كلها. وانا زياد، سلام.